صباح الخير، ازيك يا مستسلم للواقع يا غارق في أحزان الماضي الأليم، يا متقلب في سرير السلبية والسوداوية. تعال أقولك ايه أكبر عقبة ممكن تقابلك في طريق التغيير لو انت شخص حابب تتغير ومش عارف. أحب أقولك إن من أهم الأسباب هي إنك عايش دور الضحية، سواء كنت ضحية بقصد أو بدون قصد. وقد يكون الشخص ضحية لنفسه ويكون أكبر مؤذي ليها، كأنه يكون شخص سلبي بيستسلم للأحزان والمشاكل وبيحب يعيش في الحالة ديت، أو إنه يكون من الأشخاص اللي بتنجذب للناس المؤذية ويخضع لهم ويفضل منغمس في عالمهم، زي اللي رجله بتقع في الطين ويفضل يغوص ومش عارف يطلع منها. وأول خطوة عشان تقدر تتغير لازم تتخلى عن فكرة إنك ضحية، وإن ده أمر واقع ولا بد منه. وحتى لو إنك حقيقي ضحية ومريت بظروف صعبة ووقع عليك ظلم كبير، فلازم تقرر إن ده كان مجرد أمر خارجي وقع من ناس آخرين، وتقنع نفسك إن ده أمر حصل وفات، وتبدأ في رحلة التغيير. مش منطقي أبدا إن شخص نزل في مطر بدون شمسية واتغرق ويفضل سايب هدومه مبلولة بمبرر إن الدنيا هي اللي غرقته وأنا ماليش دخل. أي إنسان عاقل هيسارع فورا لتجفيف ملابسه وتغييرها، وهو دوت بالظبط اللي حصل لك. اي حاجة حصلت لك في حياتك اعتبرها مطر غرقك، وابدأ جفف احزانك وغير هدومك، اقصد افكارك وحياتك. اول حاجة ارفع عن نفسك الظلم، وقفه وابعد عن اي حد بيأذيك لو لسه موجود في حياتك. ولو حاجة من الماضي حاول تسامح اللي اذاك وتدور له على مبرر مش عشانه، عشان نهدي العاصفة اللي في قلبك وتقدر تكمل. سامح وابعد، مش تستمر معاه. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وابدأ اسمع دروس تعديل سلوك كتير أو دروس علم نفس. اقرأ كتير، القراءة بتمسح أي أثر سيء وبيها بتستبدل الأفكار السيئة بأفكار صحية. حاول تكون علاقات اجتماعية جديدة لناس مثقفة وإيجابية. اتعلم حاجة جديدة زي الكروشيه أو الرسم أو التلوين أو خياطة أو لغة جديدة أو برمجة. اعمل نشاط خيري بأي شكل من أشكاله. ابدأ نظم حياتك بعادات جديدة وروتين محبب لقلبك. ابدأ ضيف ليومك حاجات بتحبها، حتى لو انك تبدأ صباحك بفنجان قهوة يخلي قلبك يرقص. واخر حاجة هقولها لك، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان